السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده ان شاء الله باذن الله عن انواع الدفع في حساب اعلانات جوجل وكيفيه اضافه طريقه دفع مناسبه في حساب اعلانات جوجل. فيلا من غير كلام كتير وقبل ما الانترو يبدا انزل روق عليا بلايك واشتراك جميل في القناه وهات كوبايه شاي بتاعتك علشان تروق وتعالى لي عشان نبدا الفيديو. وقبل ما نبدأ عايز اقول لك لو انت مستعد تبدأ تصرف على الاعلانات الممولة علشان تكبر البيزنس بتاعك وتزود مبيعاتك زي نتائج العملاء اللي انت شايفها قدامك دي اللي كلهم مبيعاتهم بقت في حتة تانية خالص ما شاء الله، وقدرنا ننجح معاهم كلهم رغم ان مجالاتهم مختلفة عن بعض. فلو عايزنا نكون مسؤولين عن الاعلانات الممولة الخاصة بيك علشان نزود مبيعاتك ونكبر مع بعض، هسيب لك رقم الواتساب بتاعي في صفحة الفيسبوك اللي اللينك بتاعها تحت صندوق الوصف، تقدر تخش تكلمني في اي وقت. بص يا سيدي، عشان تعرف تضيف فيزا في حساب اعلانات جوجل بتاعك هتيجي من الجنب من هنا هتلاقي فيه زرار اسمه بيلينج او المدفوعات. بس قبل ما نضغط عليه عشان تبقى فاهم ان انت مش لما تخش تسيرش على حساب كيفيه انشاء حساب جوجل وبعد كده يطلع لك جوجل فتبدا تنشئ عليه حساب ان هيجي لك الواجهه دي على طول. لا، الحساب هنا في جوجل مقسومه لنوعين. زمان خالص كنت بس تخش على جوجل ادز كده تكتب جوجل ادز فيطلع لك الشكل ده على طول، تمام. دلوقتي لو انت دخلت عليه مش هيطلع لك الشكل ده على طول، ده هيجبرك انك علشان تقدر تنشئ حساب زي الحساب بتاعي كده. انا هنا ده حساب تم انشائه، علشان تقدر تنشئ ده لازم اوريدي تكون حطيت الفيزا بتاعتك، فمش هتكون وصلت لمرحله الشكل اللي انت شايفه قدامك ده الا لما يكون اصلا انت مدخل الفيزا بتاعتك. وعلشان تعرف تعمل ده ارجع للفيديوهات اللي قبل كده هتلاقيني اصلا علمتك ازاي تنشئ حساب على جوجل. انما لو انت بقى من الناس القديمه اللي هو اوريدي انت كنت زمان دخلت وانشأت حساب على جوجل ولكن ما اضفتش الفيزا بتاعتك، فده اللي انا هشرحه لك في الفيديو ده بقى. ده حساب عندي قديم انا كنت انشأته من زمان وما كنتش ضفت عليه الفيزا بتاعتي، تمام. فده اللي انا هوري لكم عليه دلوقتي. فهتيجي هنا من البيلينج وتضغط على بيلينج سيت اب، هيجيب لك هنا بقى حاجتين: طرق الدفع على جوجل وكيفيه اضافه وسيله دفع. انا كنت محدد هنا ان الحساب بتاعي بالدولار، تمام. فده مش هتقدر تغيره طالما انت حددت وسيله الدفع بتاعتك. هتبدا تنزل تحت هنا كده شويه وتبدا تقول له اد بيمنت ميثود اللي هو اضافه طريقه دفع، وهتلاقي تحتيه هنا حاجه اسمها الاوتوماتيك بيمنت ومش متفعله انك تقدر تغيرها، واللي عن طريقها بتقدر تتحكم في طرق الدفع على جوجل، واللي منها هتلاقي في حاجه اسمها المانوال بيمنت والاوتوماتيك بيمنت. ولما تيجي هنا تقول له اد بيمنت ميثود هتلاقيه مطلع كاتب لك تحتيه هنا ان انت هتلاقي زي تجميد مؤقت كده ل $10 او ما يساوي $10 من الحساب البنكي بتاعك. ولو تاخد بالك من كلمه دولار لان فيسبوك لان جوجل مش بيقبل غير دولار، مثلا عكس فيسبوك ممكن تدفع له بالجنيه المصري عن طريق فوري، بس هنا لازم دولار اللي هو بتدفعها بقى عن طريق مثلا لو انت في مصر هنا كريدت كارد، لو انت بره مصر غالبا ديبت كارد بتاعتك هتشتغل عادي، او لو انت في مصر بقى هتعمل فيزا افتراضيه عشان تقدر تدفع بيها بالدولار. وان شاء الله في اخر الكورس ده هعمل لكم فيديو كده منفصل بقى للطرق اللي ممكن تستخدمها عشان تقدر تدفع بالدولار لجوجل لو انت ما عندكش كريدت كارد، تمام كده. فانت اول حاجه اول ما تيجي تدفع وليكن مثلا هتحط مثلا وليكن $100، فانت هتلاقي زي تجميد كده ل $100 ل $10 او ما يساويها اللي هو تقريبا 500 جنيه مصري، علشان يتاكد ان الحساب بتاعك ده او الكورد بتاعتك دي فعلا فيها فلوس. فيبدا تضغط هنا بس ايه على الزائد دي، وبعد كده بتبدا تضغط على زرار اد كريدت اور ديبت كارد. فبالنسبه لنا كمصريين لو هتضيف ضيف الكريدت بتاعتك، لاي حد بره مصر عادي يضيف الديبت بتاعتك مفيش مشكله. وبعد كده بتبدا تضغط هنا ايه بتحط الكورد بتاعتك الرقم اللي هم تقريبا 16 رقم، وبعد كده ايه هنا ايه الاكسباير ديت بتاع الكورد بتاعتك وهنا السي في في اللي هم الثلاث ارقام اللي بيبقوا على ظهر الكارت. بعد كده بتضغط على سيف كورد، بس انا يعني مش هسيفها علشان ما يخصمنيش ما يوقفليش 500 جنيه على الفاضي يعني، تمام. المهم ان هي دي الطريقه. وكنت عايز اقول لك حاجه كده لان في ناس كتير جدا بتسالني. الحمد لله دلوقتي انا بقيت موفر كورسات اونلاين، مش اللي هو اخش بقى الكورس متسجل، لا بيبقى كورسات لايف بنخش فيها مع بعض على زي زوم او جوجل ميت كده، وبتسالني على اللي انت محتاجه. الكورس ده حاليا بدأ، المفروض ان انا شغال دلوقتي فيه على فيسبوك وانستجرام، كورس ان شاء الله من البدايه لحد الاحتراف، وبتسال الاسئله اللي انت عايزها وبشرح لك كل حاجه فيه بالتفصيل وبديك فيه كل خبرتي بالكامل.
وبادّيك assignment آخر كل محاضرة تحلّه وتيجي تراجع معايا المحاضرة اللي بعدها عشان ما يبقاش في أي حاجة بتُقف فيه معاك. وبعد ما تضيف وسيلة الدفع بتاعتك هتلاقي الجزء اللي تحت ده اللي هو اللي اسمه الpayment setting بدل ما هو لونه رمادي كده ومش شغال، هتلاقيه بقى active وبقى فيه الاختيار الdefault بتاعه الافتراضي الautomatic payment، والاختيار التاني ممكن تغيّر له حاجة اسمها الmanual payment. والautomatic payment اللي هو الافتراضي أنت سيبه زي ما هو ما تغيّروش، لإن الautomatic payment ده بيستخدم بصورة إن أنت دلوقتي زي فيسبوك بالضبط، جوجل مش بيخصم منّك أي فلوس، أنت بتبدأ جوجل بيعمل لك limit واللي هو بيكون غالبًا $50 برضه بيختلف من بلد لبلد، بيعمل لك limit اللي هو كإن جوجل بيقول لك بُص أنت عندك احتياطي كده في المحفظة $50 كل ما هتصرفهم اصرف أنت ال$50 الأول وبعد كده جوجل يقوم خاصمهم منّك، اصرف ال$50 تاني وبعد كده جوجل يقوم خاصمهم منّك. طب أنا عارف إن هييجي في بالك دلوقتي تقول لي طب أنا مثلًا مش هاصرف $50 أصلًا، أنا بس كل اللي هاصرفه مثلًا $30. هاقول لك إن أول كل شهر جوجل هيقوم خاصم منك المبلغ اللي أنت صرفته لو في حالة إن إحنا أقل مثلًا من $50. يعني وليكن مثلًا أنا جيت في شهر مثلًا اشتغلت أقل مثلًا وليكن كمثال لمدة 3 أيام وصرفت فيه في اليوم $10 فكده total $30 بس ووقفت، فتلاقي جوجل جاي لك في أول الشهر ويقوم خاصم من الفيزا بتاعتك إيه، ال$30. طب أنا جيت مثلًا في خلال أسبوع وقمت مخلّص ال$50 بتوعي، هيقوم جوجل بقى مش هيستناك لأول الشهر، هيقوم خاصم على طول ال$50 من الفيزا بتاعتك، ويبدأ إيه يسحب لك في ال$50 اللي بعدهم تقوم مخلّصهم ويقوم خاصم $50 وهكذا أول بأول. ده كده في حالة الautomatic payment فأنت مش بتودع فلوس في الحساب لأ، أنت بتصرف وبعد كده جوجل ياخد منك. على عكس بقى الmanual payment اللي هو الoption التاني، أنت بتودع في الحساب مثلًا $50 $100 $200 وتخصم منهم أول بأول، ولو خلصوا الإعلان بتاعك بيُقف لحد ما تودع فلوس تاني يبدأ إعلانك يشتغل وهكذا، نفس فيسبوك بالضبط. طب أنا أرشّح لك إيه، أكيد طبعًا خلّيك في الautomatic payment علشان في بعض الأوقات ممكن الحساب بتاعك لا قدّر الله يُقف، لو أنت مثلًا كنت أودعت في الحساب بتاعك $100 ولو قدّر الله الحساب بتاعك وقف هتلاقي غالبًا بنسبة كبيرة ال$100 هتبقى راحت عليك، وللأسف مش هتعرف ترجّعهم إلا بصعوبة جدًا، فبلاش تخش في الmanual payment خلّيك في الautomatic payment لإنها أسهل وأأمن فخلّيك فيها لإن هي كده، كده الافتراضية أصلًا. وبس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنساش لو عندك أي أسئلة ممكن تنزل كده تحت في الكومنتات أنا باقراهم كلّهم، أو ممكن تخش كلمني على صفحتي على الفيسبوك أو صفحتي على الإنستجرام، هاسيب لك اللينك بتاعه تحت صندوق الوصف وفي أول كومنت. ولو محتاج أي شغل له علاقة بالإعلانات الممولة على السوشيال ميديا أو على جوجل، هاسيب لك برضه رقم الواتساب بتاعي في صفحة الفيسبوك وفي صفحة الإنستجرام اللي اللينك بتاعهم تحت صندوق الوصف وفي أول كومنت. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين إحنا دايمًا في خدمتكم. شكرًا.